قال يا خالق الأكوان يالله يا صمد، انظر إلى عبدك قد النيران فيه، قد بين حس الجيد عيمت بعد غد، من وقتنا الحالي ومن ما صار فيه. إنسان صلى للقروش، وإنسان عبد، وإنسان عشان القرش شفته باع أخيه، وإنسان في بيتي معي أيام قعد وصار يقول للناس هذا فيه وفيه. الجيد ما بيعيش في هذا البلد، دنيا بتسبر للذي طبعه سفيه. قد كنت أنا للبعض أبه والولد، وكنت أحرق الدنيا بأكملها عليه، أجيه في ضيقه ألبيه كالأسد، وأكون له كالدرع وأحافظ عليه. كم ويا كم ناس جاء قلبي وهد، وإن كان ناداني أجيه يعني أجيه، وحين جانا الهم ما عاد شفت حد، ما عاد شفنا للأسف حتى الوجيه. في ضيقتي يا قوم حتى أخي رقد، في ضيقتي يا قوم حتى أخي رقد، وفارقني ابن العم ذي كانه نزيه. آمنت أن البعض في نومه شرد، ويقنت أن القرش صارت هي وهي. إن جيبنا دافي قد الصاحب ولد، يضحك معي ويشل ما يحتاج وهي، وإن جيبنا فاضي في قلبه ما برد، بيسب ويلاعن بأقوى ما لديه. لا عاد صاحب لا ولا حتى سند، يوقف معي في وقت ما أحتاج إليه. وعالمي قد ضاق من قوم الحسد، والصاحب الغدار ذي يطعن أخيه. ما عاد فيني حيل أصبر للنكد، قلبي يتحمل صبر أكثر ما عليه. يلا يا خالق ويا واحد أحد، عبدك إذا قد ضاق يرفع لك يديه، عبدك إذا قد ضاق يرفع لك يديه.